السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال رجع لكم بمثل جديد، مثل كلنا بنقوله وليه حكاية فل الفل. صباح القشطة، حكاية جميلة جدا. صباح الفل يا عم الحاجة اللي هناك، اللي بتشرب الشاي استناني، يا قاعدة بتعمله في المطبخ. رمضان خلص والعيد خلص، كلت الكحك طبعا وفضيت ديلي، وانتوا كلكم مفضيضوا. تعالوا نسمع المثل، استنوني بعد لحظات بسيطة هرجع لكم تاني. طبعا الامثال اللي انا بقولها كلها معظمها امثال مصريه، بس ان شاء الله قريب هنزل امثال لكل الوطن العربي. امثال الجزائر عشان صاحبنا بتاع الجزائر اخونا وحبيبنا، تحيه لاهل الجزائر، الناس الابطال اللي حاربوا معانا في 73. كتيبه كامله من الجزائر حاربت مع مصر في 73. وتحيه للمغرب، باب المغاربه عند الاقصى والقدس. ان شاء الله تحيه لكل الوطن العربي، اخواتي وبناتي واطفالي ومشايخ الكبار وامي واختي وكل الناس في العرب، تحيه للعرب. المهم عشان مش هدور عليكم، مثلنا النهارده بيقول العين بصيره والايد قصيره. ايه اصل المثل ده؟ كان في واحد اسمه الاصمهاني، الاصمعي ده كان كاتب مثقف زي المثقفين بتوعنا، بس المثقفين بتوعنا دول ورق، حافظ لي كلمتين يطلع يقولهم ويبخوهم ولا فاهم اي حاجه باي حاجه، سواء ابو حمالات ولا التاني اللي بيقولوا الاقصى ده عشان بعيد. ناس كتير ربنا يصلح حالها ولا فاهمين اي حاجه في حاجه ويقول لك مثقفين، بس يطلع على الشاشات عامل لي كده شكله. سيبك من الموضوع ده. المهم الاصمعي ده كان كاتب ومثقف فعلا، كان محتاج فلوس، وكان يعرف واحد، الواحد دوت كان اهل كرم، وكان بيدي لاي حد محتاج، كان بيديله. راح له الراجل ده في الفتره اللي راح له فيها الاصمعي ما كانش معاه فلوس خالص. بعدين الاصمعي بيندم عليه ما رضيش يرد، بعت له الولد قال له مش موجود. بعدين الاصمعي كتب بيت شعر بيقول: إذا كان للكريم حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. يعني لو كان الكريم ده منع نفسه عن الناس، يبقى هو زيه زي اللئيم. المهم الراجل سمع الكلمة دي وتأثر، وكتب على ظهر الورقة: إذا كان الكريم ليس له مال، ما عندوش مال يعني فلوس، تحجب أو اختفى يعني عن الغريب، عن المعهوش فلوس. وبعت 500 صرة فيها 500 دينار واعطاها للاصمعي. الاصمعي كان رايح مشواره، رايح عند المأمون، وهو قاعد عند المأمون بيقول له: جيت لي منين؟ كنت فين يا اصمعي؟ قال له قال له الاصمعي قال له: كنت عند اكرم الناس واجود الناس. قال له: حد من الطاق يعني؟ قال له: لا راجل في ايامنا ده يا مولاي الخليفه، يا امير المؤمنين. قال له: طب ايه هو مين؟ بعد ان الاصبعي طلع السره واعطاها لمين؟ للمأمون. المأمون بص فوق لتحت: ايه ده؟ الصوره دي من بيت بلد المسلمين، وانا لسه اعطيها لواحد امبارح كان بيقول انا عندي حاجه، ابعتوا له الراجل ده. الاصمع قال له: يا مولانا ما اقدرش اروح اجيبه، الراجل يتخض ويزعل ويقول انت فتنت عندي للمولانا. قال له: طب خلاص انا اروح ابعت الناس. بعد المأمون للراجل ده وجابه عند قدامه وقال له: مش انت جيت تاخد الفلوس مني؟ خدت الفلوس عشان تديها لواحد غيرك؟ قال: والله يا مولاي انا والله معيش فلوس، صح، والحاله معايا صعبه خالص. قال له: طب ايه اللي انت عطيت فلوسك لده؟ قال له: يا مولاي ما اقدرش حد يبقى محتاجني وانا اسيبه في الزنقه بتاعته، انا اعطيته كل الفلوس اللي عندي. قال له: صحيح الكلام ده؟ قال له: صحيح يا مولاي. فضل يتداول بيت الشعر دوه لغايه ما وصل لنا بالعاميه: العين بصيره والايد قصيره. وده مثل بيقول للعرب انت اهل كرم، وبنقول لكل واحد
اوعى تبخل باللي في ايدك لاخوك. مهما كانت الدنيا صعبة هتفرج. معنى كانت الدنيا صعبة هتفرج. ايدينا في ايد بعض، نساعد بعض، نحب بعض. تحية لكل كريم، تحية للمولى الكريم. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أجود الناس وأحسن الناس. وعاوزكم تدعموني لايكات وشير وفعلوا الجرس واعملوا كل حاجة سبسكرايب أو زي ما بيقولوها. المهم ساعدونا توصل لكم أحلى الأمثلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.